كان المحارب الأعظم في مصر القديمة، جندي لم يخسر معركة قط، قائد تحدى أهم الغزاة في التاريخ، الإسكندر، قيصر ونابليون. كان ملكا حول أمته إلى إمبراطورية. بمساعدة أدلة جديدة وتحاليل شرعية يمكننا أخيرا رفع النقاب عن أسرار هذا العسكري النابغة، عن قوة الشر الداخلية التي تحكمت فيه، وعن الحرب الشخصية التي شنها ضد زوجة أبيه التي حكمت مصر قبله. إليكم القصة المدهشة، تحتمس الثالث، نابليون مصر. طيبة عاصمة مصر القديمة. منذ أكثر من 3000 سنة، إنه عام 1457 قبل الميلاد، توفيت الملكة حتشبسوت بعدما أتت إلى بلادها بالسلام والازدهار طوال 20 عاما. لكنها ليست مجرد ملكة، إنها ملكة حكمت كملك. ندب بعض المصريين موتها، وآخرون ابتهجوا قائلين إنها تمتعت بالكثير من القوة بالنسبة إلى امرأة. لكن كان لحكم حتشبسوت المسالم ثمن. بموتها واجهت مصر الأعداء على الحدود، وأثارت مدن دول عديدة منها السورية والكنعانية تقودها رغبة في اختبار شجاعة القائد الجديد. وها هو ابن زوجها تحتمس الثالث يستعد لتولي الحكم من بعدها. إنه فرعون منذ حوالي 20 عاما، لكن الملكة حتشبسوت أبقته تحت إمرتها. وقد بلغ 20 من العمر، يمكنه الآن أخيرا تحقيق طموحه بأن يصبح الإمبراطور الجديد الجسور، إمبراطورا يختلف تماما عن زوجة أبيه. لكن لا أحد اختبر تحتمس كملك ومحارب. يجهلون إن كان قادرا على التغلب على أعداء مصر، أو الخروج من ظل زوجة أبيه وانتهاز الفرصة. استعد على الفور ورجاله للحرب. بعد 3500 سنة يرقد تحتمس في صندوق زجاجي في متحف القاهرة. تعلو ابتسامة خجولة وجهه المحنط، وجه محارب غير عادي وباني إمبراطورية. تعود هذه المومياء إلى أحد أهم الرجال في العالم. كان هذا الرجل محاربا. ما زالت الأكاديمية العسكرية تعلم حتى اليوم ما فعله هذا الرجل. لذلك أرتجف عندما أنظر إليه. أرتجف بسبب قوة هذا الرجل الذي أسس إمبراطورية مصر. بدأ علماء الآثار بدراسة تحتمس وحل رموز مآثره في أواخر القرن التاسع عشر. تفقد عالم الآثار الفرنسي غاستون ماسبيرو الضرر الذي ألحق بالمومياء من رأسها حتى أخمص قدميها. رأسه مفصول عن الرقبة، كما أن الأطراف الأربعة منفصلة عن الجسم، والرجلان والذراعان مكسورة قطعا صغيرة. عرف ماسبيرو أن تلك ليست إصابات ناجمة عن الحرب، فمن أحدث هذا الضرر هم المشتبه فيهم التقليديون سارقو القبور. أخرج السارقون مومياء تحتمس الثالث من النعش. لقد نهبوها وعروها من المجوهرات. بعد وقت قصير على الاكتشاف، لقب علماء المصريات تحتمس بنابليون مصر. كما نابليون عرف كيف يقود رجالا محاربين، وأظهر تعطشا نهما للسيطرة على الأراضي. وكالإمبراطور الفرنسي انطلق في غزوه،
لكن نابليون تعرض للكثير من الخسائر والانقلابات، أما تحتمس فلم يخسر معركة واحدة. إلا أن المومياء المبتسمة والمخربة لا تخبرنا شيئا عن تحتمس أو عن الشغب الذي ملأه، وبما أنه لا يتحدث فقد يفعل قبره. في وادي الملوك يرفض بسلام وإلى الأبد العديد من أعظم فراعنة مصر. هنا سيقرأ الدكتور إيان شاو الخبير في الكتابة الهيروغليفية الجدران ويخبرنا شيئا عن الرجل الذي بنى هذا القبر. بالنسبة إلي أروع ما في هذا القبر هو عفويته المطلقة وأنيته. تبين جدران القبر أن تحتمس كان أكثر من رجل حرب. قدر تحتمس الأشياء الجميلة بطريقة ما، ولم يكن مجرد جندي أو شخص عادي ولد في العائلة الملكية المناسبة. تمتع هذا الشخص بالثقافة اللازمة التي مكنته من تغيير بعض الجوانب في ثقافته هو. في الأعلى أرى الملك نفسه. تشير هذه الصورة هنا إلى موت الملك وتحوله إلى نسخة من إله الشمس. تظهر الجدران تعويذات سحرية ستساعده على بلوغ الحياة الأخرى. اعتقد الفراعنة كتحتمس أنهم كانوا أكثر من مجرد ملوك، إنهم آلهة قدرهم الخلود. لكن هنا على هذه الأرض كانت حتمس الشاب أقل من إله. ولد في عالم سيطرت عليه زوجة أبيه. كانت حتشبسوت الزوجة والقائدة لوالده الفرعون. أما والدة تحتمس التي ولدته فتحتل مرتبة دنيا بين حريم والده. لم تكن تحمل دما ملكيا، أما حتشبسوت فبلى. ويفترض البعض أنه حتى عندما كان والده الفرعون على قيد الحياة كانت حتشبسوت متسلطة جدا، وعندما توفي والده استحال تحتمس وريث العرش، لكنه كان لا يزال صغيرا، فحكمت حتشبسوت كوصية على العرش مكانه. وكانت لها طموحاتها الخاصة. أرسلت مستكشفين إلى أراضٍ بعيدة، واستوردت الزيوت والبخور والعطور والذهب، وأمرت ببناء المعابد الفخمة والتماثيل. وبعد 10 سنوات فعلت ما لا يخطر ببال، توجت نفسها فرعونا. لم تفعل أي ملكة هذا من قبل، ولا سيما أن الوريث الشرعي على قيد الحياة. ارتدت كملك ثياب رجال، ووضعت لحية الفرعون التقليدية المزيفة. صورت نفسها كرجل في النقوش والنحوت. بالنسبة إلى دولة محافظة كمصر كانت تصرفاتها معيبة. خلال حكمها لم تعرف مصر الحروب طوال عقدين من الزمن، لكن كان لهذا ثمن باهظ. صارت مدن دول عديدة، وانتزعت من المصريين الأراضي على الحدود الشمالية. ومع ممارسة زوجة أبيه الكثير من السلطة كان على تحتمس البحث عن منفذ آخر لموهبته، فتحول إلى الجيش. استحال محاربا وقائدا، تاركا وراءه حياة الرفاهية وسياسة البلاط الملكي. تمرن كمحارب منتظرا الفرصة المناسبة. ثم عام 1458 قبل الميلاد توفيت حتشبسوت، لا أحد يعلم سبب موتها. بقي هذا الأمر أحد ألغاز مصر القديمة التي لم تحل. استولى تحتمس فورا على الحكم. اعتقد أن مصر الجديدة خاصته تحتاج إلى أكثر من فرعون.
احتاجت إلى قائد وسيد قد يخاطر بحياته في الصفوف الأمامية ويقود الجيوش في المعارك. لقمع التمرد على الحدود الشمالية تقدم جيشا من 20,000 جندي واتجه نحو فلسطين. كانت تلك الحملة العسكرية الأولى من بين 17 حملة لتأكيد سيطرته في المنطقة. وسع إمبراطوريته إلى الشمال نحو سوريا والجنوب بمحاذاة النيل إلى نوبيا. باغت أعداءه بتكتيكات حربية شرسة مستعملا السفن لنقل الرجال والعتاد والأسلحة بسرعة. كما حملت جيوشه القوارب برا لمسافات طويلة حتى نهر الفرات. تصرف تحتمس كقائد عسكري بطرق أخرى. استخدم شبكة من الجواسيس لجمع المعلومات، لكن لم يكن كافيا استعمال السفن ووسائل نقل حديثة واللجوء إلى التجسس. احتاج إلى أسلحة متطورة تقضي عند أعدائه على كل رغبة في محاربته. لذلك توجه إلى التقنية الفضلى في ذلك الوقت. كما فعل نابليون بعد 33 قرنا، استفاد تحتمس الثالث من طرق جديدة وفضلى لإلحاق الهزيمة بأعدائه. أي نوع من الأسلحة استعمل تحتمس؟ الدكتور توماس هيوليت عالم آثار في جامعة ديرهام في بريطانيا، وتوم ريتشاردسون من متحف الأسلحة الملكية خبيران في الأسلحة القديمة قدما إلى مصر ليختبر أسلحة الفرعون. يحاكي الأمر سباق أسلحة. طورت أنواع مختلفة من الدروع، وقد رافق ذلك تطور العديد من أنواع الأسلحة الفعالة. كان القوس والنشاب السلاح المستعمل في ذلك الوقت. كان هناك نوعان اثنان، وقد اعتمد تحتمس كثيرا على كلا النوعين. كان القوس العادي مصنوعا من عصا خشبية ومستدق الرأس من الطرفين، أما الوتر فمصنوع من أحشاء الحيوان المجدولة. سهلا كان صنع كميات هائلة من هذا السلاح الذي أعطاه تحتمس لأعداد كبيرة من المشاة لديه. أطلق كل رام وابلا من حوالي 10 سهام برونزية الرأس في الدقيقة الواحدة. كان السهم ليمزق اللحم ويهشم العظام. ولجعل سلاح القوس والنشاب فتاكا أكثر، استفاد تحتمس من اختراع حديث. كان القوس مصنوعا من طبقات عدة من الخشب ومن أوتار الحيوان وقرونه ليصبح صلبا ويجتاز مسافات أطول، لكن القوس كان باهظ الثمن، ولم يستعمل هذا النوع منه إلا كبار القادة وسائقو العجلة الحربية. بواسطة هذا القوس كان يتم رمي السهم على بعد 304 أمتار، ما يوازي تقريبا ضعف المسافة التي يبلغها السهم بقوس عادي. مع استعمال النوعين من الأقواس كان تحتمس قادرا على مهاجمة خصومه من مسافة قصيرة وبعيدة. 1000 رامي سهام يحمل كل منهم 24 سهما يطلقونها خلال دقيقتين، أي 24,000 صاروخ مميت. لم يكن أمام أعدائه مكان يهرعون إليه أو يختبئون فيه، لكن الجيوش كلها كانت تحمل أقواسا ونشابا، وكان على تحتمس أن يحمي جنوده منها، فكانت الدروع، وقد عنى ذلك في ذلك الوقت استعمال سترة كيفلر الواقية، وهي تقنية ناجحة فاستمرت طوال أجيال. توجه خبير الأسلحة إلى متحف القاهرة، أما مهمتهما فرؤية الدرع الوحيد المتبقي من حقبة مصر القديمة ليتمكن من صنع نسخة عنه واختباره في ميدان المعركة. عجبا، إنه الدرع الوحيد المتبقي من تلك الحقبة. انظر إلى هذه التماثيل المصطفى. صحيح، وهذا وللصدفة كان الدرع درع أحد أشهر الفراعنة على الإطلاق، الملك الشاب توت عنخ آمون. بقي مخبأ لسنوات. إنه درع الملك توت عنخ آمون الخاص. إنه مصنوع من الجلد الخام. رائع، مدهش جدا.
أدهشني فعلا ما رأيته هنا. أجمل ما فعلته في حياتي هو زيارة مكان كالقاهرة وفتح صندوق كان مقفلا لرؤية شيء لم يره أحد من قبل، ما أعادني بالزمن للاتصال بشخص توفي منذ 3500 سنة. هذا هو الدرع الوحيد في العالم المتبقي منذ العصر البرونزي.